مش كل الأصوص بقى هتعمل كده عشان ما نبقاش ان احنا بنقول دي حاجات معينة. احنا شايفين طبعا الزغلول ده عمره حوالي 20 يوم، وادي يا جماعة الأصوص مش بايضة بقى، الأصوص ده هنا الأصوص طلعت زي ما احنا شايفين اهو. ننزل كده الطاجن ده، وادي الزغلول اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين كده قدامنا الزغلول اهو، وادي الحصوة التانية بدأت اهي في طريقها للخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى في السلاكة، هيبقى على الحمام اللاحم ومشاكل الحمام اللاحم زي ما احنا شايفين كده يا جماعة مع بعض. النتاية اللي قاعدة قدامنا شايفين عينيها عاملة ازاي اهو كده يا جماعة بالمنظر ده. طبعا في أصوص زغاليل اهي، وهنشوف الأصوص الزغاليل. طبعا النتاية مش شايفاني خالص ولا اي حاجة، وادي الدكر نزل من فوق، ادي بيضة اهي. الزغاليل لسه عمرها يعني ما كملش 15 يوم، وطبعا الأصوص باضت البيضة اللي احنا شايفينها دي. فما تفرحش ان مثلا الأصوص عندك تحصي او ترمي حصى في الوقت ده. مفيش مشكلة يا جماعة ان ناخد من كل قص جوزين 2 في الشهر، فدي حاجة كويسة جدا، مكسب ليا. بس ان انا اخد زغاليل بعد كده ممكن الزغاليل دي تبقى ضعيفة نظرا للاهالي ما بتبقاش مهتمة بيها بنسبة 100%. طبعا المشكله اللي قدامنا دي انا مش هتكلم عليها ان انا بقول البيض والحصى والزغاليل، لا انا بتكلم على المشكله العامه في الزغاليل دي. النتايه المفروض ان دي بيضه واحده، النتايه المفروض ان هي بتجهز ان هي ترمي الحصوات الثانيه او البيضه الثانيه. الذكر طلع راقد فوق مش مديها فرصه، فماسك النتايه ضاربها بالطريقه اللي احنا شفناها مع بعض او بالطريقه اللي احنا شايفينها اهي كده. ادي عين النتايه يا جماعه ضيعها خالص. طبعا انا كنت مسافر لسه جاي النهارده، شفت المنظر ده. المنظر ده طبعا مش وجع عين، لا ده الذكر باين عليه يعني عمال يضرب في النتايه وبيضرب في حته معينه. فالحل في المشاكل دي ان انا بروح ماسك الذكر ده ذات نفسه بعزله في باب تاني يكون جنب النتايه. يعني ممكن القص ده لو مفيش حصى ولا حاجه، او ممكن احطه في عين فاضيه يكون الذكر هدي شويه برجعه تاني. هي بتبقى حنيه زياده عن اللازم مش شراسه زي ما الناس بتقول كده. الاسوس دي حنينه جدا جدا، ودي معروفة طبعا في الحمام اللاحم بيبقى فيه حنية زيادة عن اللازم زيه زي الحمام الزاجل بالظبط. يمكن احنا بنلاحظ المواضيع دي في الحمام الزاجل او في بعض الأصوص الحمام البلدي. في بعض الحمام احيانا يعني عشان برضو ما نجزمش ان الحمام اللاحم بس هو اللي يختص بالحنية، ولكن انا قصدي ان انا اقول دي حنية زيادة عن اللازم، فبحاول ان انا ابعد الذكر شوية بهديه. ببدأ اعالج النتاية في الفترة دي. بتكون النتاية رمت الحصوات التانية او البيضة التانية، ببدأ ارجع الذكر بيبدل معاها. في نفس الوقت بشيل الزغاليل دي احضنها بقى تحت مثلا قص من الأصوص اللي عندي اللي لسه مثلا تعتبر مريحة شوية، عندهم زغلول زي ده في العمر ده مفيش فيه مشكلة ان انا احضن تحتيهم بالثلاث أصوص. وده طبعا اللي احنا عودناه للحمام بتاعنا والأصوص بتاعتنا. العمر ده كده يا جماعة مناسب جدا ان انا الأصوص بتاعتي تبيض فيه، ولكن الأصوص الحمد لله يعني متفاهمة مع بعضها. مش كل الأصوص بقى هتعمل كده عشان ما نبقاش ان احنا بنقول دي حاجات معينة. احنا شايفين طبعا الزغلول ده عمره حوالي 20 يوم، وادي يا جماعة الأصوص مش بايضة بقى، الأصوص ده هنا الأصوص طلعت زي ما احنا شايفين اهو. ننزل كده الطاجن ده، وادي الزغلول اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين كده قدامنا الزغلول اهو، وادي الحصوة التانية بدأت اهي في طريقها للخروج. نوسع لها، هي طبعا خلاص قربت تخرج ولكن نوسع لها شوية عشان طبعا درجات الحرارة والكبس والكلام ده اهو كده يا جماعة. نوسع لها كده تمام. والزغلول بتاعنا ان شاء الله يبدأ ان هو يخرج من الحصواية، والزغلول التاني زي ما احنا شايفين. طبعا الأصوص دي معنى ان هي باضت في الوقت ده يبقى الزغلول ده كان نفس العمر بتاع الأصوص اللي احنا شفناها فوق اللي هي دي. فدي طبعا بعض الأصوص بتعمل المشكلة اللي احنا اتكلمنا عليها، والحل بتاعها ان انا احاول اسيب النتاية ترمي البيضة بتاعتها لوحدها، وانزل الذكر اللي هو فعلا عايز يستحوذ على المكان، عايز يرقد على البيض، عايز يفضل ياكل الزغاليل، مش مدي فرصة للنتاية تشوف المهام بتاعتها. فبعزل الذكر شويه، اسيب النتايه بقى تتعالج. اعالجها طبعا بالدوكسيمايسين والديكساترول ده، اعالجها بدمعه العين بالظبط كانها عندها دمعه عين، لان طبعا العين بتاعتها هي مصابه زي ما احنا شايفين كده. فبجيب حبايه من الدوكسيمايسين اللي احنا شايفينه اللي هو المضاد الحيوي ده، وادي القطره الديكساترول اللي انا بعالج بيها دمعه العين. هتعامل مع النتايه كانها عندها دمعه عين بالظبط. بفضي حبايه اللي هي الدوكسيمايسين دي على القطره اللي هي الديكساترول، وابدا ان انا اعالج النتايه او احط
نقطة في العين المصابة ونقطة في العين السليمة، وابعد الذكر شوية عن النتاية في الفترة اللي هي بعالج فيها النتاية. بتكون النتاية رمت الحصوة التانية، هي كده كده اوريدي مخصبة، مفيش فيها اي مشكلة. اسيب النتاية تهدى، عينيها ترجع لها، وابدا ارجع الذكر. ما بيبقاش فيه اي مشكلة ان هو يرجع مع النتاية تاني. وفي نفس الوقت اشيل الزغاليل دي بقى خلاص، واحضنها زي ما قلنا كده تحت الزغاليل اللي هي في العين اللي تحت دي. فكده انا بحل المشكله اللي هي بالنسبه للأصوص اللي هي بتبقى شرسه، او بمعنى صح اللي هي بتبقى حنيه زياده عن اللازم. ما نقدرش نقول ان الأصوص شرسه زي ما الناس كتيره جدا بتقول كده على الحمام اللاحم، ولكن هي بتبقى في بعض الأصوص عندها حنيه زياده عن اللازم. فبنعالج الموضوع ده بان احنا فعلا بنبعد الذكر شويه على النتايه، ونبدا نعالج النتايه تكون رمت الحصوات التانيه. بنشيل الزغاليل عشان دي طبعا بتبقى برضو عامله نسبه انشغال للأصوص بتاعتنا دي كده. دي كانت نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.